السلام عليكم متابعين قناة منوعات أبو السوم. رجعنا بفيديو جديد. احنا بنقول لمتابعينا كل سنة وانتم سالمين. بدأ فصل الشتاء، فصل الشتاء الكل بهوى الحلويات، بهوى الحاجات الزاكية. واحنا اليوم عند أذكى مخلوق الشيف عبد داوود صقر الله، حنتكلم معه عن طريقة عمل الكنافة النابلسية. الله يعطيك العافية الشيف. بدنا تحكي لنا خطوة بخطوة، المايك معك. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بدنا نعمل الكنافة النابلسية. تبعوا معنا خطواتها واحدة بواحدة. احنا مجهزين الرشة. هاي الرشة هذه على قد صينية 6 كيلو، كيلو ونص رشة، 2 كيلو ونص جبنة. وهلقيتها احنا راح نشتغل خطوة بخطوة، خليكم معنا خطوة بخطوة وخليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن أول حاجة بدنا نعملها بدنا ندهن السمنة تاعت الكنافة اللي بدنا نبصم فيها. طبعا هذه السمنة عبارة عن سمنة مسبوغة. طبعا صبغة صحية هذه. يعني مش أي صبغة بتنفع. طبعا بندهن السمنة زي ما انت شايف على قد ما تكون بحجم الصينية، حوالي 65 سنتي. الآن هي الرشة راح نديرها. بنقيس الآن إنها تكون على قد الصينية. الآن طبعا بدنا نوزع الجبنة. جبنة نابلسية، جبنة عكاوي. جبنة عكاوي. يا ابو داود شبعناها جبنة، شبعناها حتطلع تحكي حكي الكنافة النابلسية هذه. خلصنا تجبين والآن نولع النار. هاي النار جاهزة، راح تركب على النار 100%. بنكفكفها هالقيت 10 دقايق.
الآن بنكفكفها زي كده. النار حامية ولا كيف بتكون يا شيف؟ النار وسط بتكون، وسط، لا عالية ولا واطية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قلب الصينية هلقي تمام. معلم أوبا. الآن بدكم تنزلوا تسلقوا هالبطة. بدنا نسقيها القطة. وهي مرحلة زق الكنافة النابلسية. هذه مرحلة تزويق الكنافة النابلسية. النابلسية فخمة. العنوان حكتب لكم اياه. والى هنا انتهت حلقتي لليوم من عند الشيف ابو داود. خطوة بخطوة عملت لكم طريقة النابلسية. تابعوني في فيديوهات جديدة. الى اللقاء، سلام. وقبل ما انهي الفيديو بدي ادوق ازكى نابلسية عن صديقي الشيف ابو داود.